اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نقدم وصفة جديدة من مطبخ حور، وهي المعمولة الشرقاوية أو الحجازية الاسكندراني أو الاسكندرانية. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، مكونات مفيش أجمل من كده. نوع من أنواع الحلويات الخفيفة واللذيذة اللي هتحبوها جدا. لو عجبك الفيديو ده اعملي لي لايك، ويلا بينا ندخل على المكونات. استخدمت كوبايتين من الدقيق الفاخر، ضفت عليهم كمان ربع كوبايه من سميد البسبوسه، والسميد اللي انا استخدمته السميد الخام، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص كوبايه من الزيت، ونص كوبايه من الميه الدافيه. وممكن تضيفي عليها رشه من الفانيليا ورشه خفيفه جدا من الملح. كل اللي انا هعمله ان انا هبدا اضيف كل المكونات الجافه مع بعض. هنزل بالدقيق واضيف عليه معلقه السكر، بعدهم الخميره وعليهم البيكنج باودر، واخر حاجه هضيفها هو سميد البسبوسه. وبالمضرب اليدوي او بايدك هنبدا نقلب كل المكونات الجافه اللي احنا ضفناها مع بعض لحد ما اتاكد ان كل المكونات اختلطت وامتزجت تماما مع بعض. وبعد كده نبدا نضيف عليها المكونات السائله. لكم كل المكونات بالاكواب المعياريه وكمان بالجرامات في صندوق الوصف. بعد ما اتاكد ان كل المكونات السائله امتزجت تماما مع بعض، هبدا انزل عليهم بنص كوبايه من الزيت، وهقلبهم كويس جدا جدا مع بعض لحد ما اتاكد ان كل المكونات بتاعتي بقت عامله زي حبيبات الرمل او مختلطه تماما زي ما هتشوفوا معايا. اول ما اوصل للخطوه دي واتاكد ان كل حبيبات الدقيق امتزجت تماما بالزيت، هبدا انزل بعد كده بكوبايه الميه الدافيه. القوام هيبقى معاكم زي ما انتم شايفينه معايا كده في الفيديو بالظبط. وبعد كده هبدأ ألم العجينة بتاعتي. أنا ما بعجنش خالص، أنا بس هلم العجينة بالمية الدافية، ويفضل هنا المية الدافية عشان تسرع معايا عملية التخمير وتنجز معايا الخطوة ده القوام كده قبل ما اضيف كمية المية. وزي ما حضراتكم شايفين معايا بيكون معايا خليط متماسك شوية. وبعد كده نزلت بالمية زي ما قلنا، وهبدأ ألم العجينة بتاعتي. واول ما اتأكد ان العجينة كلها اتلمت مع بعض، هبدأ اسيبها على جنب في مكان دافي تخمر. هتاخد معايا في وقت التخمير مش اقل من نص ساعه لو انا في الصيف، ممكن اكتر شويه لو انا في الشتاء، بس يفضل ان انا اسيب التخمير بتاعي في مكان دافي. يلا بينا ندخل على الخطوه اللي بعدها. بعد ما اتاكد ان العجينه بتاعتي تمام واختلطت وامتزجت مع بعض، ممكن تغطيها بستريتش راب او باي كيس من اكياس التلاجة. ده كده قوام العجينه اللي انا عايزه اوصل ليه بعد ما اخلص عجن. الشربات اللي انا هعمله النهارده هو متماسك القوام، لا هو خفيف ولا هو تقيل. كوبايه سكر، عليها كوبايه من الميه، عليها معلقه كبيره من عصير الليمون، وعليها نص معلقه من الفانيليا. وفي الاخر لو حابه تضيفي معلقه من السمنه البلدي، دي حاجه ترجع لك. هخلط كل المكونات على بعض وهرفعهم على النار لمده مش هتتعدى اكتر من 10 الى 15 دقيقه. اول ما اتاكد ان خلاص الخليط بتاعي وصل الى قوام متماسك، لا هو خفيف ولا هو تقيل، هبدأ بعد كده ارفع العسل بتاعي او الشربات واسيبه على جنب لحد ما يبرد تماما. لان انا الشربات بتاعي لازم يكون بارد وانا بسقي بيه المعمولة اول ما تطلع من الفرن. هخلص الخطوة دي وبعد كده ندخل على الحشو اللي انا هحشي بيه المعمولة النهاردة. ما تنسوش ذكر الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغفار. الحشو اللي انا استخدمت 3/4 كوبايه من سميد البسبوسه، وهو السميد العادي جدا مش الاكياس خالص اللي انا بجيبه من عند العطار. ضفت عليهم نص كوبايه من السكر، وممكن تضيفي ربع كوبايه، دي حاجه ترجعلك، ومعلقه ونص كبار من القرفه او معلقتين صغيرين. ضفت كده كل المكونات الجافه على بعض، وهقلب كده بحيث ان كل المكونات تختلط وتمتزج تماما مع بعض. انا عايزه القوام بتاعها يبقى شبه الرمل المبلول اللي هو قوامه متماسك شويه. عشان اوصل للخطوه دي انا استخدمت كميه من الميه ممكن اوصل فيها ل3 او 4 معالق. الكميه اللي انا استخدمتها هنا وصلت بالظبط ربع فنجان، اللي هو في حدود 3 معالق كبار من الميه. هفضل اضيف عليها حاجات بسيطه لحد ما القوام بتاعها يبقى شبه الرمل المبلول، بس يبقى متماسك شويه علشان لما افرده يديني القوام المطلوب. اول ما اوصل للطريقه دي او للنتيجه دي، في الحاله دي كانت العجينه بتاعتي وصلت للتخمير بتاعها، وهنبدأ نفردها مع بعض. وفي قالب فرن او صينيه الومنيوم او اي حاجه متوفره عندك تقدري تستخدميها. انا ضفت فيها كميه من الزيت، بس انا بفضل دايما اي حاجه الومنيوم لان هي بتوزع الحراره بكفاءه وبتطلع لي نتيجه مظبوطه جدا. هبدا اوزع كميه الزيت اللي انا ضفتها في الصينيه بتاعتي كلها عشان ما تلزقش معايا.
هاخد نص الكميه بتاعه العجين اللي انا عملتها او اكتر من النص بشويه، وهبدا افردها في الصينيه بتاعتي. يفضل ان انا ضايفه فيها مسحه كويسه من الزيت علشان تسهل عليها الفرد، وهعمل ليها حراف زي ما حضراتكم شايفين كده، والقوام بتاعها كله المفروض ان هو يبقى متماسك. هبدا اضيف الخليط اللي انا عملته اللي هو خليط القرفه والسميد والسكر، وهحاول ان انا افرده كويس جدا جدا بحيث ان كل الاطراف بتاعته تبقى متساويه. اول ما اخلص الفرد هاخد باقي قطعه العجين الموجوده معايا وهبدا اضيفها على العجين، بس بعد ما افردها بالشكل الدائري اللي حضراتكم شايفينه معايا. وبعدها هضيفها واقفل الاطراف تماما، ونبدا نعمل الخطوه اللي بعدها اننا نبدا نقطع المعموله قبل ما تخمر معايا. كده هبدأ اقطع الشكل اللي تحبيه، ممكن تعمليها شكل مربعات او مثلثات زي اشكال البيتزا، اي شكل تفضليه. انا حبيت ان انا اقطعها بالشكل ده، شكل حلو ونص كده، ممكن نصغر كمان القطعة اللي هتبقى موجودة معايا. وهخلص الشكل زي ده زي ما حضراتكم شايفين معايا، وبعد كده هبدأ اسيب العجينة بتاعتي على جنب تخمر تاني. دي مرحلة تخمير تانية ليها لحد ما توصل للخمر بتاعها، برضه تاخد معايا في حدود نص ساعة. في نص فترة التخمير هبدأ اشغل الفرن بتاعي على درجة حرارة 180، والسوا بتاعها هتبقى في الرف الاوسط. لو الفرن بتاعي بمروحة يفضل ان انا اشغلها، لو مش متوفر مش هتفرق كتير او عادي جدا. وبعد ما ادخلها الفرن واطلعها، طبعا السيرب بتاعي او الشربات بتاعي لازم يكون بارد. طبعا طبقة التغليف دي مهمة جدا. كل اللي انا استخدمته، انا استخدمت بيضة، ضفت عليها فانيليا، وتقدري تضيفي عليها معلقة من اللبن، وممكن كمان تضيفي عليها رشة من القرفة، ده لو انتي حابة. لو مش حابة مفيهاش اي مشكلة. هبدأ اغلف المعمولة بتاعتي بعد ما خمرت، بعد ما وصلت لمرحلة التخمير. هبدأ اغلفها كده بالبيضة عشان تديني التحميرة او شكل التحمير اللي بيبقى حلو قوي ده اللي هي بتطلع بيه. بعد ما اخلص هبدأ اضيفها في الفرن، هتاخد معايا في حدود من نص ساعة الى 35 دقيقة. وبعد ما تطلع تماما زي ما قلنا السيرب بتاعي هيكون بارد تماما. لو حابه تضيفي عليها سمسم من فوق بتديها طعم ونكهه كويسه جدا، وكمان ريحه القرفه بتبقى قلب البيت، وحاجه كده طعمها وشكلها حلو قوي. بعد ما اخلص كده واطلعها من الفرن زي ما قلنا، هبدا اضيف عليها السيرب بتاعي. طبعا المعموله تبقى سخنه جدا والسيرب يبقى بارد، وهسيبها تتشرب كل كميه السيرب اللي موجوده معايا. هتختلف الكميه اللي انا ضفتها على حسب القالب او الصينيه اللي انا استخدمتها في عمل المعموله. ويفضل ان الصينيه بتاعتي تبقى مسطحه، يعني مفيش فيها اماكن مرتفعه واماكن منخفضه عشان تطلع معايا نتيجه مظبوطه تمام. هسيبها لحد ما تبرد تماما وتتشرب كل كميه السيرب اللي انا ضفتها ليها. لو الصينيه هتبقى اوسع، يعني هتبقى واسعه قوي وانا فرداها بسمك رفيع قوي، يفضل ان انا ازود كميه السيرب اللي هتبقى موجوده معايا. بعد كده سيبيها تبرد تماما، وتقدري تضيفيها في التلاجة او تقدميها سخنه بألف هنا وشفا. وصفة سهلة وبسيطة، ما خدتش اي وقت تماما، مكوناتها حرفيا اقتصادية وسهلة جدا. تقدري تعمليها في المناسبات، لو جالك ضيف، حاجات سهلة وبسيطة. لو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تعملي لي لايك، ولو انتوا جداد على القناة انزلوا تحت الفيديو اعملوا اشتراك او سبسكرايب، وفعلوا الجرس لو حابين يوصلكوا اشعار مني بكل وصفاتي الجديدة. واكتبوا لي في الكومنتات ايه الوصفات اللي حابين نعملها مع بعض قريب جدا ان شاء الله. واستنوني في وصفات سهلة وبسيطة واقتصادية قريب جدا ان شاء الله. الى اللقاء، مع السلامة. ما تنسونيش في اللايك والشير. اسيبكم بقى مع الفيديو تكملوا.